سلام البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. رمضان كريم يدخل عليكم بالصحه والسلامه وطول العمر. بهذه المناسبه قررت نشارك معكم الطريقه ديالي في صنع السفوف، طريقه صحيه. هذه الطريقه ديال الوالده الله يعطيها الصحه. هذه الطريقه ما فيها لا سكر كلاصي، ما فيهاش الزبده وما فيهاش الزيت. غنشوفوا المقادير بطريقه مختصره ونرجع لكم. عندنا هنايا كيلو ديال اللوز مقلي بقشورو. القشور كلشي كيعرف بان القشور ديال اللوز فيهم الالياف وفيهم حاجات مزيانين. فبالنسبه اللي بغى يصاوب السفوف ديالو صحيين يحتفظ باللوز ديالو كما هو، ما يغليش، ما يقشرو، ما يقليش في الزيت. حنا غنصاوبوا سفوف صحيين اللي غينفعونا، ما نديروش الحاجه اللي الزيوتات واللوز يتغلى. انا دابا هنايا حمرت اللوز ديالي بقشورو، طحنته حتى تعلك، وهنايا خليت شويه مهرمش. باش داك المهرمش غنديرو هذا اللي تعلك باش نحاول نعجن السفوف ديالي من غير ما ندير حتى اي حاجه دهنيه، ما ندير لا زيت لا زبده. ندوزو نطحنو دابا الجنجلان. من بعد نفس الطريقه درتها للجنجلان، حمرته وطحنته حتى هو مزيان بهذه الطريقه، وخليت زيت ما يعادل جبانيه صغيره، هرمشتها بحال اللوز. وغنستمر غادي نطحن النافع مزيان حتى هو قليته، وزريعه الكتان غنطحنه بنفس الطريقه، غيتطحنوا مزيان تيوليو غبر عندك زريعه الكتان والنافع. من بعد ما طحنت جميع العناصر البنات، اللوز والجنجلان النافع ودرت زريعه الكتان حتى هي، وتفاديت انني ندير الكوزه والمسكه الحره، لاننا حنا في الموسم ديال الصيف. الغرضه ديالنا بان ناكلوا حاجه مفيده، ماشي ناكلوا الحاجه اللي غترخينا، خاصه كنبغيو نمشيو للتراويح ونديروا العبادات ديالنا كما يجب. فانا تغاضيت على الكوزه والمسكه الحره وما غنديرهمش، وغندير المكونات الاخرين. غنزيد جوج زلايف ديال الطحين. حنا هاد السفوف ديالنا بغيناهم يكونوا صحيين ويعطيونا الطاقه، ما بغيناش بزاف ديال الطحين، وما بغيناش نديروا الزبده، وما بغيناش نديروا كاع الحاجات اللي غضرنا. بلاصه السكر كلاصي غنديروا العسل، وانا خديت عسل الشفاء، قالوا عسل حر والله اعلم. المهم حنايا غنديروا المقدار على حسب الذوق، العسل على حسب الذوق. غادي نحاول نعجن اللوز ديالي باش يطلق مزيان، يطلق الزيت ديالو هو والجنجلان، باش نتفادى ندير الدهنيات، ندير لا زبده لا زيت. غنعجنو مزيان. والنصيحه ديالي انكم غير تقليو اللوز وتحمروا الجنجلان وتقليو الجنجلان حتى هو. انا اللوز قليته في الفران سبق ليا قلتها لكم بقشورو، والجنجلان دوزته في المقله كما كنديروا عادي، لان الجنجلان كيبغي يتقاب ليه مزيان. وطحنتهم غير يتطحنوا باقيين سخان، خصك تعجنيهم باش يطلقوا ديك الزيت ديالهم، باش تعلك ليك السفوف ديالك. انا دابا غندوز نزيد شويه د العسل والطحين ديالي ونخلط مزيان ونعجن مزيان حتى تعلك ليا السفوف ديالي ويخرجوا كما بغيتهم. هذه هي طريقه التقديم ديالي يا البنات. كنتمنى الى عجبكم الفيديو ديروا لايك وتشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش تعمل فائده، وتشاركوا في القناه. وكنتمنى لكم رمضان كريم بالصحه والسلامه وطول العمر وكل ما كتمناو. السلام عليكم.